صوت الصحافة، نبض الخبر. نجح البرتغالي جواو كانسيلو في فرض نفسه كعنصر أساسي لا غنى عنه في تشكيلة برشلونة منذ انضمامه معارا من الهلال السعودي في يناير الماضي، حيث كسب ثقة المدرب هانز فليك وأصبح الخيار الأول في مركز الظهير. هذا التألق اللافت أدى إلى تراجع دور الشاب أليخاندرو بالدي الذي تحول إلى دكة البدلاء، بينما حظي كانسيلو بدعم كامل من غرفة ملابس الفريق الكتالوني التي ترى في استمراره ضرورة فنية قصوى لاستعادة التنافسية الأوروبية. وتسعى إدارة برشلونة حاليا لتحويل عقد الإعارة إلى انتقال دائم استجابة لرغبة اللاعب الجامحة في البقاء داخل القارة العجوز لضمان جاهزيته لمونديال 2026. ويبدي النجم البرتغالي مرونة كبيرة في الجوانب المادية، حيث يظهر استعدادا للتضحية بجزء من راتبه الضخم لتسهيل عملية الانتقال، في إشارة واضحة إلى تفضيله الطموح الرياضي والعودة إلى بيئة كرة القدم الأوروبية على الامتيازات المالية. ومع ذلك تظل العلاقة التعاقدية مع نادي الهلال هي العائق الأكبر، إذ يرتبط كانسيلو بعقد مع الزعيم حتى صيف 2027 براتب يتجاوز 15 مليون يورو سنويا. ويتوقف مصير اللاعب مع برشلونة على قدرته على التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الهلال بالتراضي، وهي الخطوة القانونية الوحيدة التي ستمكنه من التفاوض على شروط مالية جديدة تناسب الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني وتنهي أزمة مستقبله المعلق. صوت الصحافة، نبض الخبر.